بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. لي عظيم الشرف أن أكون من المتدخلين في هذا المؤتمر، وأبارك لكم التنظيم، وأبارك لكم المبادرة، وأبارك لكم الكلام باللغة الأم. شكرا. فأرجو التوفيق للجميع، وأرجو التوفيق بالخصوص لهذا الشخص المتكلم الآن في هذه المداخلة. التربية العلاجية عند المريض السكري. قبل أن أتكلم في هذا الموضوع، أريد أن أعود إلى المحاضرة السابقة، والأستاذ مهاوي هنا والأستاذة زينب إيمان، لأؤكد على أن هذا العلم ديال المحاكاة هو دخيل علينا وجديد، ولكنه لا يمكن التفريط فيه ولا التخلي عنه. وبالمناسبة في كلية الطب والصيدلة بالرباط، أول تخصص قام بتدريس هذا التخصص للطلبة في السنة الرابعة هو تخصص الغدد والسكري. هذه السنة خصصنا ساعتين لجميع الطلبة في الفوج لتدريسهم بالمحاكاة في علم السكري. إذن المسألة ديال العلوم الطبية غير العلوم الجراحية لا. فهذا غير كمعلومة، والأستاذ راه في خباره، وكانت مبادرة ناجحة أن لمدة أسبوع كامل خصصنا الدراسة لهذه الطلبة في الكلية بكاملها، وتوقف التدريس من أجل هذه الدورة. توقف كاملا تدريس المدرجات وكذا بالنسبة للسنة الرابعة من طبيعة الحال. خصونا فقط هذا التوقيت لتمرير الرسائل بهذه التقنية الجديدة الدخيلة. واخا الدخيلة راه عندها واحد واحد محتوى شوية سلبي، ولكن لا، هنايا أتكلم باللغة الإيجابية، ونطلب من الأستاذ المهاوي أن يستمر في جهوده عملا بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير. أنت تفعل الخير وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولم يتوقف عند هذا الباب، فقال: وجاهدوا في الله حق جهاده. أنت الآن أمضيت في هذا الجهاد ونطالبك بالمزيد. التربية العلاجية عند مريض السكري. عنونت هذه المداخلة بأي دور لطبيب العائلة والصحة المجتمعية. فنبدأ بالتعريف، وسأمر مر الكرام لأن هذه الأمور لعلها معلومة لديكم. تعريف المعالجة الطبية، فهي امتلاك مهارات تساعد المريض على تدبير مرضه أكثر وأحسن بنفسه هو، ووقايتها من الأخطار المتصلة بالداء، وبالتالي الوصول، وهذا هو الهدف المنشود، وصول إلى
تعايش أفضل مع المرض. نقل المهارات هو جزء لا يتجزأ من عملية الرعاية، وينبغي أن يتمحور حول المريض، ويمكن يكون هذا المريض هو نفسه مريض محاكى. التربية العلاجية تختلف عن الإخبار والحوار، وسأعود للكلام عن الإخبار والحوار في آخر المداخلة، وتستوجب منا وضع برامج لهذه التربية حتى يستفيد منها الجميع. ما هي الأهداف للتربية العلاجية l'éducation thérapeutique؟ هي تحسين السلوكيات وتغيير نمط الحياة للمريض بما يحقق الأهداف المتوقعة والمطلوبة، وذلك منه منع المضاعفات ذات الصلة بالمرض المذكور. ولهذه التربية العلاجية آفاق. الأفق الأول أفق طبي، والثاني أفق جسدي فيزيك، والثالث أفق غذائي نوتريسيونيل، والرابع أفق نفسي بسيكولوجيك. الآن ندخل في مسألة التكفل بالمريض الذي يعاني من حالة مزمنة ومعالجته. أخذنا مريض السكري كمثال، ولكن يمكن أن نتكلم عن جميع الأمراض المزمنة، ولهذا اتخذت القرار في توسيع المجال لهذه المداخلة، ولن أتكلم فقط عن السكري، بل سأمدد الكلام وأوسعه لكافة الأمراض المزمنة. واسمحوا لي من الآن أن أخرج عن الموضوع. لن أجيب عن سؤالي. نعم، هذا العنوان الثاني للمحاضرة: التكفل بالمريض الذي يعاني من حالة مزمنة ومعالجته. سأخرج تماما عن الموضوع للمعالجة الطبية، لأنه في تقديري المعالجة الطبية الكل الآن أصبح يعمل بها ويمارسها، فليس لدي ما أمرره لكم من رسائل لتزدادوا علما بهذا الموضوع. ولكن الذي يهمني هو أن استعمل المعالجة الطبية مع من سيستعمله، أي الطبيب. بمعنى آخر أو بتعبير آخر، فاقد الشيء زيد سيدي لا يعطيه. فالطبيب يكون مربى ماشي كونفيتور. بالدارجة ديالنا إلا كان الطبيب ما مربيش بديك المرض اللي غادي يربي به أو يربي عليه، ما عنده ما يعطي. فلهذا اسمحوا لي أن أحول الموضوع إلى شيء آخر، هو تربية الطبيب قبل تربية المريض. فما هي الأساسيات الكبرى التي تقوم عليها عملية التكفل بالمريض؟ أولا، الحفاظ على ما هو موجود واستعادة ما ضاع. هذا شيء عظيم جدا. مهمة الطبيب هو أن يحافظ على صحة المريض كما جاءه وتقدم إليه، ثم بعد ذلك يفكر في أن يستعيد ما ضاع منه، لأن كل مريض يأتيك أيها الطبيب إلا ولديه معدل من الصحة لا زال فيه، إما 60 وإما 70 وإما 50 وإما 10%، وكلنا لدينا رصيد. فحين يأتيك المريض
أيها الطبيب ينبغي أن تضع نصب عينيك بأنه من واجبك أن تحافظ على ما هو موجود فلا تضيعه، ثم تستعيد أو تحاول أن تستعيد ما ضاع، علما منك ومني أنك لن تستطيع أن تستعيد كل شيء. وهذه العبارة، هذه الجملة فقط يمكن أن نجعل منها محاضرة هي وحدها، ولكن أن لي أن أتوسع في ذلك وأترك ما تبقى من العرض. الأساسية الثانية استبعاد تشنج لانومالي الحاصل أو التقليل من آثاره. هذه أساسية من الأساسيات في التكفل بالمريض. حين أنظر إلى مريضي أو الشخص الذي أمامي يعاني من مرض، أحاول أولا لا أقول أن أشفيه لأنني لست الشافي، ولكن أن أعالجه قدر الإمكان لاستبعاد ما أصابه من داء، ولكن لن أستطيع أن أمحي كل المرض. الأمراض التي تشفى بالكامل تعد على رؤوس الأصابع، بل أكاد أقول لا أتصور مرضا يشفى بالكامل، وهذا يمكن أن نتذاكر فيه عند المناقشة. ثم إذا علمت هذا العلم فإنني أوقن بأنني سأعمل أكثر على الشق الثاني من الجملة، هو التقليل من آثار المرض. الأساسية الثالثة تحمل شر موجود لتجنب شر آخر أكبر منه، وهذا ظاهر في معناه. ثم القيام بأفضل الاختيارات لتحقيق أفضل النتيجة، وهذا يوجب على الطبيب أن يكون متكونا وأن يكون متربيا، وإلا التكوين المستمر، وإلا لا يستطيع أن يحقق أفضل النتائج بالقيام بأفضل الاختيارات. إذا لم يكن على دراية، وسأعود للكلام عن هذا، إذا لم يكن على دراية بالمرض الذي يعالجه فإنه لا يستطيع أن يتخذ أفضل القرارات. ما هي صفات الطبيب الحميدة؟ أولا العلم الجيد بالأمراض التي يعالجها، وهنا أعود للكلام عن التكوين المستمر. ثانيا تفضيل دائما أبسط العلاجات، لا تدخل نفسك في المتاهات العلاجية التي لا يخرج من الإنسان ولا يستطيع أن يخرج، بل تختار أبسط علاج للوصول إلى أفضل نتيجة. فإذا تساوى العلاجان في النتيجة فتختار دائما الأبسط. وهنا مرة بين الفينة والأخرى سأدخل لكم إما حديث نبوي شريف أم آية قرآنية تعضد هذا الكلام. كانت تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ثالثا الامتناع عن علاج مرض يعلم أنه غير قابل للشفاء، وهنا أعود إلى الأستاذ والأساتذة في علم الإنعاش والتخدير الذين يسهرون على حياة المرضى الذين يكونون على وشك الانتقال إلى العالم الآخر. l'acharnement thérapeutique لا بد أن تكون لنا فيه محادثة ومناقشة. ثم بعد ذلك وضع المريض في أفضل الظروف النفسية الممكنة، وهنا أدعو جميع الأطباء الحاضرين وجميع الأطباء على العموم أن يتميزوا وأن يتكونوا هم أنفسهم في المسألة النفسية حتى يستطيعوا أن يعالجوا المريض بكيفية
جد مرضية. الآن أجيب عن سؤال آخر: ما هي المبادئ الخمسة الرئيسية للأخلاق؟ les principes de l'éthique. أولا، الناس يعرفونها: عدم الإضرار بالآخرين. ما بقيناش ندرسوا هذه في الكليات. بريموم نون نوسيري، يبقى يقرا حد. حين أقولها للطلبة حين أدخل عندهم في المدرج أقول لهم لا يعرفون، بل أقولها للأطباء لا يعرفون. هل سمعتم هذا من قبل؟ لا. بريموم نون نوسيري، دابور نو با نوير، عدم الإضرار بالآخرين. هذا هوس. حين يأتيك المريض أول شيء تضعه في رأسك هو أن لا تضر به قبل أن تستعد لعلاجه والكلام معه وكذا إلى آخره. وهذا يعضده هذا الحديث النبوي الشريف: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. اللطف تجاه الآخرين. أحد المتدخلين تكلم عن لا بيانفيزونس، لا بيانفيونس، لا بيانفيونس envers autrui، اللطف تجاه الآخرين، ويعضده هذا الحديث. وهذا الحديث عجيب جدا. تسمحوا لي وإن تجاوزت الوقت أن أقرأه عليكم وأن أقتسمه معكم. حديث عظيم. أظن أنه على كل مريض على كل طبيب أن يحفظه عن ظهر قلب. يقول رسول الله: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب بنفس المريض. الله أكبر، عجيب. هذا حديث نبوي شريف صدر قبل 1500 عام. نفسوا. ثالثا، احترام كرامة الإنسان، لا دينيتي، وهو المتجلى في هذا الحديث النبوي الشريف: ما من امرئ يخذل مسلما إلى آخره. رابعا، احترام استقلالية الشخص، لوتونومي. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعندنا جزء كبير من هذه المداخلة في هذا الموضوع بالذات، للأوتونومي. خامسا، العدالة في الرعاية، لا جوستيس او نيفو دي سوان، وهي التي تأتي بهذا الحديث: الناس بنو آدم وآدم من تراب. فأي أخلاق للطبيب المعالج؟ عندنا وليداتنا وعندنا الأساتذة ديالنا، السي جمال بالخدير، السي أستاذ شرايبي، والأساتذة اللي ما تنعرفهمش ولكن هم أساتذتي بحكم السن والعمر، وهم هم زملائي، وهم من هم تلامذتي. أقول للجميع: أي أخلاق ينبغي لهذا الطبيب أن يتحلى بها قبل أن يمارس طبه وعلاجه؟ اخترت لكم منها 10: الصلاح، الضمير، الإتقان، الكفاءة، العلم، الأمانة، التماسك، الوفاء، البصيرة، والإنصاف. الصلاح هو الاستعداد لفعل الخير بجميع أشكاله، لا بون فوا. والإنسان الطبيب يكون دائما همه الأول والواحد والوحيد أن يكون فاعل خير، أن يكون ممرر خير لمريضه. وهكذا يقول تبارك وتعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم الضمير، صاحب ضمير، فيكون دائما صاحب تضحية وصاحب إيثار وصاحب تضامن وصاحب تعاطف، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه وضعتها باللون الأحمر: لا بيانفيونس، لا بيانفيزونس. هذه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يجب أن يكون عمل الطبيب دائما مفيدا للشخص الذي يتم علاجه. ثم يدير الإمكانات
مع مبدأ عظيم معاكس في ظاهره ولكن هو مكمل لأول، مبدأ عدم الإضرار بالآخر الذي تكلمت عنه آنفا. وهذا يعني أن الطبيب يحترم قدسية الحياة والسلامة الجسدية والنفسية، ويقدر دائما النسبة بين الفائدة والمخاطرة، le bénéfice risque, le rapport bénéfice risque. أن يكون عالما، وهذا يستوجب منه التعليم الطبي، التعلم المستمر والتكوين المستمر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والكفاءة، إتقان المعرفة، احترام التخصص، والاعتراف بالحدود. وأنتم تلاحظون أن كل جملة من هذه الجمل يمكن أن تحول إلى محاضرة. ثم بعد ذلك هذا الحديث النبوي الشريف الذي أعضد به هذه المسألة الكفاءة أتوقف عنده ولو لنصف دقيقة. يحكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب يوما لعيادة مريض من صحابته، ولعله سعد بن أبي وقاص، الذي يسمى أيضا سعد بن مالك، هذا هو اسمه الحقيقي. أبوه كان يكنى أبا الوقاص ولكن كان اسمه مالك. ذهب لزيارته فدخل عليه فوجد عنده رجلين كلهما يدعي أنه طبيب، يدعي أنه طبيب جاء ليعالجه. فيحكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ من منكما أحسن طبا وأكفأ في المعالجة؟ وهنا يتبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يميز جيدا دور الطبيب. كان بإمكانه أن يقول: أنا رسول الله وأعلم الناس بالطب، حجوا عليا أنا اللي غادي نجي نعالج. ولكن رسول الله لم يكن طبيبا، فاحترم التخصص، احترم التخصص. وهذه أنا أدعوكم لمناقشتها بعد المحاضرة إن شئتم، لأن لي فيها كلام طويل وكبير وعريض. لا فيديليتي، الوفاء، ثبات على المبدأ، وعدم نقض عقد الرعاية. il faut jamais casser, il faut jamais casser le contrat de soins. عدم نقض عقد الرعاية. للمريض أن يكسر هذا العقد فيختار طبيبا آخر، أما أنت فلا يجوز لك أن تكسره، ولا يجوز لك أن تنقضه، ولا يجوز لك أن تسمح في المريض. وأحسنوا وإن حسن العهد من الإيمان. التماسك، لا كويرونس، تصرف وفق. ندير واحد بين مزدوجتين، وفق ماشي وفق. في العربية الفصحى نقول وفق بالفتحة، الواو مفتوح ليس واوا مكسورا. وفق التصرف، ورا درت الفتحة فوق منها باش تشوفوها مزيان. التصرف وفق التزامات النظام العلمية والقانونية والاقتصادية، حتى ولو كان هذا يتعارض مع الأبعاد النفسية والاجتماعية والثقافية. الأمانة أو الاستقامة، لونيتوتي، وهذا يعني الإخلاص والحق والنزاهة والاستقامة والحياد وعدم الفساد. على الحفاظ على سر المهنة،
واجب التحفظ، احترام خصوصية الشخص، حماية الحياة الخاصة. وهذا ما يعني استقم كما أمرت أيها الطبيب.